اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الفهيم. الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه وشرحنا فيه مع بعض نسخ التداول الفوري على منصه باينانس، ولكن كان من خلال جهاز الكمبيوتر، وقلنا ان التحديث لسه ما نزلش على تطبيق الموبايل، وان شاء الله لما ينزل التحديث هنشرحه بالتفصيل من الموبايل وهنشترك فيه في نسخ التداول. والحمد لله التطبيق نزل، التحديث الجديد على تطبيق باينانس، ومن خلال التطبيق هنبدأ مع بعض نشرح موضوع نسخ التداول الفوري، وهننضم وهنختار أحد الخبراء اللي بيكونوا موجودين على المنصة وهنشترك معاه في نسخ التداول بشكل مباشر النهاردة بتاريخ 25/5/2024. النهاردة يوم السبت، وهنبدأ ننزل الإحصائيات بتاعة النسخ ده على قناة التليجرام. فأنصحك جدا تشترك في قناة التليجرام لو انت مش مشترك فيها، وهتلاقي الرابط أسفل الفيديو، وكمان هتلاقي رابط التسجيل المباشر في منصة باينانس أسفل الفيديو للي ما عندهوش تسجيل أو ما عندوش اشتراك في منصة باينانس. نسخ التداول للناس اللي ما تعرفوهوش بكل اختصار كده، هي خبراء بيكونوا موجودين على منصة باينانس، والخبراء دول بيشتغلوا على التداول الفوري، يعني بيشتروا عملات ويبيعوها، بيشتروا عملات ويبيعوها في النازل وفي الطالع طبعا. والناس دي بتقدم لحضرتك انك انت تنسخ الصفقات بتاعتهم مقابل 10% من الارباح. يعني لو انت نسخت التداول بتاعهم او دخلت في نسخ مع احد الاشخاص زي ما هنعمل ان شاء الله في الفيديو ده ب $100 او ب $200 او باي رقم معاك او اي مبلغ معاك على منصة باينانس وعلى المحفظة بتاعتك الفورية، لو حقق لك الشخص ده على سبيل المثال $100 هيديك 90 وهياخد منها $10. يبقى الموضوع فيه استفادة، لان الناس مش عارفة هو اشمعنى يعني ان احنا ندخل نعمل نسخ تداول. فحدش هيديك نسخ تداول مجانا، ولكن بياخد منك 10% من الارباح، وبتكون مفيدة ليك انت كعميل لسه مش فاهم حاجة في التداول الفوري، لسه مش فاهم حاجة في موضوع سوق العملات الرقمية، وعايز تشوف ايه الدنيا وايه الوضع في السوق ده والسوق ده ماشي ازاي. فالخبراء دول يا جماعة بيكونوا قاعدين وعندهم استراتيجيات قوية جدا، وعندهم تحليل فني قوي جدا، وبيتابع العملات اللي هو بيدخل فيها وبيشتريها، لان هو كمان خد بالك بيدخل في العملات اللي ديت بشكل وبفلوسه هو، يعني بيدخل معاك زي ما بيخش، زي ما انت بتديله فلوس بيتداول بيها وبتنسخ منه الصفقات، هو كمان بيخش براس ماله. فطبيعي لازم ان هو يكسب نفسه، لان هو لو ما كسبش مش هياخد من الناسخين 10% ولا هياخد من نفسه فلوس، لانه هيلاقي نفسه خسران. فهو في الاول وفي الاخر بيجتهد لنفسه، لان هو في الاخر بيطلع بمكسب. تمام. ولكن الموضوع خد بالك منه كويس، لان هو مكسب وخساره. مفيش حاجه اسمها مكسب دايم، مفيش حاجه اسمها خساره دايمه، ولكن بتكون نسبه وتناسب. من غير كلام كتير عشان ما اطولش اكتر من كده، اعمل لايك وشير واشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل، ويلا بينا نخش على التفاصيل. طيب يا جماعه، في البدايه كده خالص خلينا الاول نشوف المنصه بتاعت باينانس. ولو انت مش على اخر تحديث على تطبيق باينانس، انصحك انك انت في البدايه كده تدخل على متجر جوجل وتعمل تحديث لاخر نسخه من تطبيق باينانس. اوكي، هنا احنا ندخل هنا على التداول. بكل بساطه هتلاقي تحت او فوق في الشريط اللي فوق ده كلمة نسخ قدام منك اهي، وقدامها فوقيها كلمة نيو، يعني نزل جديد. لو ما لقيتش كلمة نسخ زي ما قلت لك، انزل ادخل على متجر جوجل واعمل ابديت للتطبيق باينانس. طيب، هنا زي ما انت شايف مكتوب لك هنا العقود الآجلة وفوري. طبعا احنا هنختار على كلمة فوري، لان احنا كل شغلنا هيكون شراء وفوري فقط، مش عقود آجلة. طيب، زي ما انت شايف هنا كده الاشخاص اللي قدامك دول هما الناس الخبراء اللي احنا بنتكلم عنهم ان هما بيعملوا او تقدر تنسخ تداول. زي ما انت شايف اول واحد وتاني واحد مكتوب لك مكتمل، لان نسخ التداول الاشخاص دي بيكون اقصى حاجة 300 عميل او 300 شخص. بسم الله ما شاء الله، عندك اول اتنين مقفلين الامبير للاخر ومخلينهم كلهم 300، يعني عندهم 300 واحد بينسخ الصفقات معاهم. طيب، احنا هنا بنختار ايه او بنشوف الدنيا ماشية ازاي بناء على ايه؟ بناء على الربح والخسارة والعائد على الاستثمار واقصى معدل انخفاض، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. طيب، لو نزلنا كده شوية تحت كده
لحد ما ندور. شايفين كل ده يا جماعه مكتمل. ها، مكتمل يعني ايه؟ يعني كلهم 300، يعني الناس ديت كلها بسم الله ما شاء الله يعني شغاله كويس. طيب هنا جالنا شخص من ضمن الاشخاص عنده 317 عميل او واحد بيعمل نسخ تداول معاه، والعائد على الاستثمار في اخر 7 ايام عامل لك 18% ربح، والاصول المضارة 101 الف دولار، وفي اخر 7 ايام انخفاض او معدل انخفاض 1%، وده بيكون ممتاز جدا ال1%. طيب برضو تحت منه في ناس مكتملة، وتحت منه هتلاقي شخص تاني في 16 من 300، وتحتيه برضو هتلاقي مكتمل. يعني هتلاقي بعض الأشخاص مكتملين. يعني في ناس كتير مكتملة، وفي ناس لسه عدد المنسخين ليهم صغير. فاحنا هنختار شخص من الأشخاص دول وهرجع لكم، لان احنا هنعمل معاه نسخ فعلي، فهختار واحد كويس وهقول لكم انا عملت ايه او اخترت ايه عشان ايه، يعني ايه اللي خلاني اختار الشخص ده. احنا كده يا جماعه اهو اخترنا واحد تمام، زي ما انتم شايفين قدامكم كده مكتوب ايام الانضمام 26، يعني بقاله 26 يوم شغال في موضوع النسخ الفوري، والناسخين 55 واحد منضمين معاه بالفعل وشغالين معاه تمام. أرباح وخسائر الناسخين محقق لهم 1608 دولار، والأصول المضارة اللي الشخص ده بيعملها أو بيديرها هو 255 ألف دولار، وده رقم مش صغير على فكرة. مشاركة الأرباح 10%، وبيقول لك الحد الأدنى لمبلغ النسخ بيبدأ معاه من 10 دولار، ولكن طبعا إحنا هنبدأ ننسخ معاه ب 200 دولار. وما انصحش حد يدخل في موضوع النسخ التداول فيما لا يقل عن 100 دولار، عشان خاطر يقدر ان هو يحس بالربح اخر الشهر او اخر الاسبوع. 10 و20 و30 الارقام دي ضعيفه جدا. انت ابدا ب 100 150 200 300 1000 وانت طالع بقى عشان تحس بالربح. اخر مره تداول فيها كان يوم 24/5 اللي هو امبارح. الاداء العام كسبان، الربح والخساره كسبان. اقصى معدل انخفاض، وديت نقطه مهمه جدا لازم تخلي بالك منها، اقصى معدل انخفاض هو 1% و22، وده معناه ان الناسخ ده يعني ما قلش اكتر من 1% و22. كل ما الرقم ده يقل كل ما يكون احسن. ما تجيبش حد معدل انخفاضه 30 40 50%، لان ده طبعا هيضيع لك الرصيد وبيجازف مجازفه جامده. اما الشخص اللي زي ده بيكون كويس جدا تمام. معدل الفوز هنا 100%، ما شاء الله شغال كويس. ودي الأرصدة بتاعته لو انت عايز تاخد لفة فيها وتشوف هو فاتح ايه وعامل ايه. تاريخ التداول كده لو نقلنا الناحية التانية برضه هتشوف اللي هو كان عامل ايه وشغال ازاي. سجل الرصيد نفس الكلام، هتشوف الإضافة الأموال والفلوس اللي عنده. متداوله النسخ، واديت الناس اللي بالفعل شغالين وناسخين معاه. واحد ناسخ معاه هو 35 ألف دولار منذ 5 أيام، مكسبه 594 دولار في 5 أيام. واحد تاني برضه نسخ بنفس المبلغ تقريبا، برضه كسبان مبلغ كويس. واحد تاني داخل معاه ب20 ألف، كسبان في 5 أيام 321 دولار. وهتلاقي بقى بعد كده واحد دخل مثلا معاه 508 ألف، كسبان في 5 أيام 8 دولار. فاحنا هنبدأ بقى ننزل كده على الايه، الواحد في اللي هو 200 دولار. طبعا اللي بقاله يوم واتنين ده لسه ما ظهرلوش احصائيات، فانت ما تقلقش من الموضوع ده. الاحصائيات هتبدا تظهر معاك بعد او في اليوم الرابع والخامس زي ما انتم شايفين. طيب لو دخلنا هنا بقى على كلمه نسخ بالشكل ده، انت هنا هيظهر لك نظامين تمام. النظام الاول اسمه معدل ثابت، والنظام الثاني اسمه مبلغ ثابت. معدل ثابت هنا انت بتقول له والله انا عايز انسخ 200 دولار على سبيل المثال، بتدي له حريه مطلق الحريه ان هو ممكن يشتري عمله واحده بال 200 او عملتين او 3. هو بيكون بقى ايه، بيعيش حياته بقى بالفلوس اللي هو انت ايه قلت له مثلا انا هنسخ ب 200، خلاص هو له مطلق الحريه ان هو يستخدم ال 200 سواء في عمله واحده او في اكتر من عمله تمام. ايقاف الخساره طبعا هنا لازم تكون مهمه جدا. انت هنا بتقول له ايقاف الخساره تمام. انا هنا بكتبها بالنسبه المئويه، انا هتحمل على سبيل المثال 15%. بقول والله لو الناسخ ده الرصيد بتاعي وصله لي او نزل بيه 15%، اخرج وانا كده خلاص مش عاوز اكمل معاه.
هنا زي ما انتم شايفين كاتب لك هنا 15% يعني 170 دولار، لان احنا هنخش ب 200. تمام، فكل واحد طبعا بيحدد على حسب راس ماله. طيب هنا زي ما انتم شايفين اكتر حوالي 100 عملة. تمام، ممكن طبعا تضغط على القلم ده كده وتلغي او تحذف اي عملة انت مش عايزها. يعني لو انت مثلا شايف ان في عملة فيها شبهة وحاجات من دي ممكن تحذفها. وهنا بتقول له أؤكد على أن نسبة مشاركة الأرباح 10%، ولقد قرأت الاتفاقيات، وتقول له تأكيد. قبل ما نقول تأكيد هنوريكم أو هشرح لكم مبلغ ثابت. مبلغ ثابت ده هو انك انت بتحدد له كل عمله، بتقول له خش فيها بمبلغ قد كده. يعني مثلا لو انا شايف ان مثلا 50 دولار، خلاص انا كده ايه، قلت له 50 دولار ومبلغ الاجمالي، المبلغ الاجمالي كله مثلا على سبيل المثال 200. يبقى انا كده بقول له والله ادخل لي كل طلب ب 50 دولار، والحد الاقصى اللي انا هدخل معاك بيه هو 200 دولار. تمام، وبرضه بتحدد له نفس النسبة او اي نسبة انت عايزها، ونفس الشغل التاني بالظبط. بس انا هشتغل معاه على معدل ثابت، لان معدل ثابت بالنسبة لي بسيب الناسخ له مطلق الحرية ان هو يلعب في حدود ال 200 دولار اللي احنا هنشتغل بيهم، وهنقول له انسخ التداول بيهم. لو هو شايف ان في فرصة كويسة وفي عملة كويسة، هيقدر ينسخ ويديك مكسب اكتر من انك انت تعمل له معدل ثابت. المبلغ الثابت ده لو واحد مثلا داخل ب 1000 دولار ب 2000 دولار، ممكن يدخل يعمل مبلغ ثابت ويحط مثلا كل طلبيه ب 100 دولار. لو انت مثلا 10 او 1000 دولار معاك كل طلبيه ب 100، يبقى انت كده هيشتري 10 عمولات، فعندك الايه، الحجم يكون اكبر لانك انت راس مالك كبير. طيب هنا احنا هنقول له بقى تاكيد. بعد ما ظبطنا الاعدادات بتاعتنا كل حاجه هنقول له تاكيد. هيقول لك برضه هنا معدل ثابت، مبلغ النسخ 200 دولار، ايقاف الخساره الاجمالي هو 15%، وهنقول له تاكيد. اوكي كده قال لك خلاص تم نسخ التداول بنجاح. كده هتسيب الموضوع شغال معاك من غير اي مشاكل خالص. طيب خلاصة التجربة ديت ايه؟ انا هجرب معاكم زي ما قلت لك في اول الفيديو، وهنشوف اسبوع او اسبوعين على الاقل خالص، يعني يديله اسبوعين. تمام، وبتدخل بقى كل يوم تشوف الناسخ ده بيحقق لك ايه وبيعمل ايه، وراس مالك ماشي ازاي ووضعه ايه ونظامه ايه. تمام، موضوع نسخ التداول يا جماعة موضوع مميز جدا وحلو جدا جدا للناس اللي لسه بتبدأ في موضوع التداول. عشان كده انا بجربه معاك وبشوف الوضع عامل ازاي، وبشرح لك كل حاجة بالتفصيل. فما تبخلش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. واشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومة جديدة.